ربي أوزعني أطلب رحمتك كل يوم، جعلني من وقايع رحمتك ما خلا. ربي أوزعني أطلب رحمتك كل يوم، جعلني من وقايع رحمتك ما خلا. اللزوم أكبر من اللي يسد اللزوم. والله كان ما يدخلش بيت إلا ويا فقراء، يبيعوا الأراضي، يبيعوا حشان، يبيعوا سياراتهم، ويريد تشفى الحالة. اللهم احفظنا ويحفظكم. ينتقل إلى رحمة الله ويقول لك مسيب الدين ومسيب هلاك للعائلة. يعني كان مرض فتاك ماديا ومعنويا وجسديا. اليوم نحن فتحنا المركز بفضل الله، فضل مجهودات الناس الخير الموجودة اليوم معنا، متطوعين لله كلهم، سواء كانت الأشعة أو الدكتور عبيدة والطاقم اللي معاه، الشيخ إبراهيم حقيقة، والمعامل التحاليل اللي موجودة الآن معنا. نحن نبغى نشوفوا ونأكدوا الجرعات اللي نحن نصرفوهن في شهر 7 وشهر 8 على ما أعتقد. بداية 8 كان فتح المركز، أو فضل الله الحمد لله اليوم غير اللي كملوا إجراءاتهم وداروا تحاليلهم أكثر من 20 حالة موجودة اليوم معنا في مدينة بنغازي. يعني هذا نجاح كبير لجرعة أمل والمادة وعشبة الشيح والقهوة، هذا شيء عظيم. نحن اليوم الدكاترة قاعدوا يجتمعوا يفندوا في الأخبار هذينا، ما يجتمعوش باش يطلعوا النتيجة الحقيقية، شو المستخلص يطلعوه من عشبة الشيح. يعني عشبة مباركة وعشبة يعني الحمد لله، يعني الطب البديل من أيام جدودنا هم يستعملوا فيها. يعني لا، يقول لك نحن إذا كان كبسولة بتاع مضاد حيوي نقعدوا 15 سنة احنا نراجعوا فيها. تبين احنا الحمد لله اليوم عندنا فوق من 100 حالة شفاء، ما عندناش ولا إصابة أو حالة عرضت الخطر أو حالة سببت لها الوفاة من عشبة الشيح. يعني كلها ما شاء الله اللي ما تحسنش 50% نسبة الشفاء 100%، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. يعني نحن اليوم نوصل برسالة للعالم، الشيخ إبراهيم له لا طالب منصب بها ولا طالب مادة ولا طالب جاه، طالب حاجة لله توصل للعالم. ما نبوش نقول العالم العربي، نقول العالم كأجمع. هذه الرسالة أن هذه الحالات الموجودة أمامنا اليوم ما شاء الله، ونروح نحضروا معهم بعض اللقاءات الصحفية، وحيحكي كل حد يحكي على حالته. مناطق ليبيا شفتوا الناس رأوا شيء عظيم هذا، وتمناه كل مسلم وتمناه كل إنسان غيور، كل إنسان يحب غيره ويحب بلاده ويحب شعبه. أما الإنسان اللي جاحد ويقول لا هذا كلام فاضي وهذه الناس ما هيش مختصة، فعلا ما هيش مختصين، احنا راهو في الله، لكن ربي راهو جعل سره في أضعف خلقه. هذه حاجة من الله عز وجل، لكل داء دواء. نحن ما نبوش نقول لا والله هذا موضوع ما نقدرش نديروا منه فيه مضرة على الناس. لا الحمد لله اليوم لعند اليوم ما فيش حد شكا وقال راي تأذيت منا العشبة هذه. ولا تشوفوا في الحالات اللي قدامنا ما شاء الله اليوم يوجوكم نيرات، وربي يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم لعويلتكم ولهيكم.